فيلمنا بيبدأ بالولد الصغير أندي اللي بيلعب بالألعاب بتاعته، وأندي بيحب يلعب بلعبته المفضلة وهو أودي كاوبوي، وبيكون مبسوط جدا معاه، ومامته بتنادي عليه عشان يبدأ يحضر لحفلة عيد ميلاده، وأندي بيسيب وودي وبيمشي، وبعد كده وودي بيتحرك وبنفهم إن عنده حياة ومش مجرد لعبة، وكل الألعاب كمان بتتحرك، وكده احنا فهمنا إنهم كلهم مش مجرد لعب، دول بيتحركوا وبيتكلموا، وفي وجود الأطفال بيكونوا مجرد ألعاب بس. وودي بينادي على الكل عشان محتاج يتكلم معاهم ضروري، وبيقول لهم لازم نخلي بالنا من نفسنا عشان هنعزل من البيت ومش عاوزين نخسر اي حد، وبيعرفهم ان النهارده عيد ميلاد صاحبهم اندي، والالعاب بيبقوا خايفين من الهدايا لا يكون فيها العاب جديده عليهم. بس وودي الحكيم بيقول لهم ان اندي بيحبهم كلهم وهيفضل يلعب بيهم مهما حصل، وبيشوفوا من الشباك اصحاب اندي جايين ومعاهم الهدايا. وودي بينادي على جندي اللعبه هو والعساكر وبيأمرهم انهم يستكشفوا الهدايا، والقائد بينفذ الاوامر وبياخد الجنود، وبيكون معاهم جهاز اللاسلكي، وبيستخبوا في الزرع من الاطفال، وبيشوفوا الهدايا بالنضاره، وبيعرفوا وودي ان مفيش العاب لحد دلوقتي. وام اندي بيجيب له هديه، الديناصور بيهز الترابيزه وبيوقع اللاسلكي، وودي مش بيسمع اي اخبار من الجنود، والالعاب كلها بيجروا في اماكنهم لما بيسمعوا صوت اندي واصحابه طالعين، واندي واصحابه بيدخلوا الاوضه وفرحانين، واندي بيزق وودي وبيحط مكانه لعبته الجديده، وبيخرجوا كلهم. وودي بيبص على اللعبه دي وبيلاقيه شخصيه رائد فضاء، والمصيبه ان اللعبه مصدق نفسه انه رائد فضاء في مهمه رسميه من الفضاء الخارجي، وبيحاول يكلم المقر الرئيسي وبيقول لهم ان مركبته الفضائيه تعطلت ومحتاج استغاثه عشان نزل في كوكب مجهول. وودي بيطلع له وبيسلم عليه وبيعرفه على البيت وبيقول له انه بقى فرد جديد منهم، لكن اللعبه بيكون مش شاغله كلامه وبيحاول يوجه عليه الليزر اللي فاكره شغال ومدمر. وبعد كده اللعبه بيعرف نفسه على وودي وبيقول له ان اسمه باز يطير وجاي هنا في مهمه رسميه من الفضاء الخارجي، بس وودي ما بيكونش فاهمه وبينادي على كل الالعاب وبيرحبوا بيه، وكلهم بيبقوا مندهشين من شكله وتصميمه، وبيبداوا يسخروا من وودي اللي بقى تصميمه قديم ومش شبهه. فبيروح عليه وودي وبيعرفه انه لعبه اندي المفضله وهو مش هياخد مكانه. باز بيقول له انه رائد فضاء ومش لعبه، وبيستعرض جناحاته وبيقول له انه بيقدر يطير، وبيوري وودي انه يقدر يطير وبيتزحلق وبيعمل حبه حركات ملهاش علاقه بالطيران اساسا، بس بتيجي معاه وبينزل على السرير تاني. وودي بيقول له ما يجيش في بالك ان ده طيران، ده اسمه وقوع بس بشياكه. وكل الالعاب بيبقوا مندهشين من باز ومهتمين بيه جدا. وودي بيبان عليه الحقد طبعا، وبيقول مع نفسه ان لعبه اندي المفضله وعمره ما هيبص لرائد فضاء وينساني. ومع الوقت يا صديقي اندي بيتعلق جدا بباز وبيترك وودي وبيشيل صوره من على الحيطه وبيحط صور باز، وودي بيزيد عنده الحقد لما بيشوف ان اندي بقى مهتم باخينا باز. وبالليل اندي ولاول مره وودي بيتحط في صندوق الالعاب وبينيم باز جنبه على السرير، والصبح وودي بيروح لباز والغل هيطق منه وبيضربه بالغلط، فبيتك على الزرار وبيفتح الخوذه. وباز طبعا اللي مش عايش معانا على الكوكب مفكر نفسه هيموت عشان الهواء الملوث، وبيسمعوا صوت من بره الشباك، فبيروحوا بيشوفوا ولد صغير جارهم بيعذب الالعاب حتى الموت. وودي بيقول لباز ان الولد ده بيعذب كل الالعاب بتاعته وبتاعت اخته، بس هم كده كده هيعزلوا من هنا بعد 48 ساعه. وبعد كده اندي بيلعب بباز وودي، ومامته بتقول له انهم بالليل هيروحوا مطعم البيتزا اللي بيحبوا يتعشوا هناك، ومامته بتقول له انه هياخد لعبه واحده بس. وودي بيحاول يتخلص من باز عشان اندي ما يكونش عنده خيار غيره، وبيحاول وودي يوقع باز ورا المكتب لكنه بيخبط اللوحه وبتعمل كعبله وباز بيقع من الشباك، وكل الالعاب بتيجي وبتهاجم وودي وبتقول له بسبب غيرتك ضيعت اللعبه. وودي بيحاول يبرر موقفه ويقول لهم ان ده ما كانش قصده، وبيجي اندي عشان ياخد باز بس مش بيلاقيه، وما بيبقاش قدامه غير وودي وبياخده وهو زعلان، بس باز بيكون لسه على قيد الحياه وبيتشعلق في العربيه وهي بتمشي، واندي ومامته بيجيبوا حاجات من البنزينه. باز بيروح لوودي وودي بيكون فرحان ان باز لسه عايش وبيعتذر له، بس باز بيهاجمه وبيوقعوا بره العربيه. وفي اللحظه دي بيرجع اندي ومامته وبيتحركوا بالعربيه وبيسيبوا وودي وباز في الشارع. وودي بيحزن جدا انه ضاع، بس بتيجي عربيه كبيره وبيستخبوا تحتها، وبيعاتب باز انه بسبب تهوره وقعوا من العربيه، وباز بيبقى دماغه في حته تانية وبيقول له المجره كلها بقت في خطر من تصرفاتك، وبيقول له انه في كائن معاه سلاح مدمر وهيدمر العالم وهو مش هيعرف يلحقه. وودي بيتجن منه وبيزعق فيه وبيفهمه انه حته لعبه ومش رائد فضاء ولا حاجه، وباز بيتجاهله وبيسيبه ويمشي. وودي بيشوف عربيه دليفري شغاله في نفس المطعم اللي فيه اندي دلوقتي، وبيحاول يقنع باز بطريقه تفكيره ان في مكوك هيوصلهم، وباز بيقتنع والعربيه بتوصلهم للمطعم. دخلوا جوه المطعم متنكرين في عبوات الاكل، وباز بيندهش من صاله الالعاب بتاعه الفيديو وبيحسب نفسه في محطه فضاء. وودي بيوصل لمكان اندي وبيشوفه، بس باز بيسيبه وبيجري وبيدخل الصاروخ بتاع الالعاب. وودي بيقرر انه يروح يجيبه علشان ما ينفعش يرجع من غيره، لان الالعاب التانيين هيفكروه باللي هو عمله، وبيروح لباز وبيترجاه قبل ما حد يجي. وبالفعل بيجي الولد جارهم اللي بيعذب اللعب وبيحرك اللعبه، واخد وودي وباز وحطهم في الشنطه بتاعته بيروح البيت، وهو
وهو داخل البيت بياخد لعبة اخته الصغيرة وبيقفل على نفسه الأوضة وبيعمل نفسه دكتور جراحة وبيغير دماغ اللعبة بدماغ ديناصور، واخته بتخاف جدا وباز وودي بيشوفوا المشهد وبيموتوا من الرعب، وودي بيجري على الباب وبيلاقيه مقفول، والألعاب اللي كان مبوظها بتيجي تاخد اللعبة المصابة، وباز وودي بيخافوا من أشكالهم جدا. وبعد كده أندي بيرجع البيت وبيكون حزين جدا على فقدان وودي وباز، فمامته بتوعده إنها بكرة هتدور كويس في العربية وهتلاقيهم، والصبح بيصحوا وبيشوفوا الباب مفتوح فبيحاولوا يهربوا وبيلاقوا كلب متوحش نايم على السلم. وودي بالغلط بيشبك في السلم وبيعمل صوت وبيصحي الكلب وبيطاردهم وبينجحوا انهم يستخبوا منه، وباز بالصدفة بيشوف اعلان على العاب شبهه بالظبط وبيفهم انه فعلا مش بيطير وبيشوف منه نسخ ياما، فبيفتكر كلام وودي ويعرف انه فعلا لعبة. حاول يعاند ويثبت انه بيطير بس ما ظبطتش معاه زي اول مرة وبيقع ودراعه بيتكسر، واخت الولد بتاخده عشان تلعب بيه. وودي بيخرج من المكان اللي استخبى فيه من الكلب وبيدور على باز في كل حتة بهدوء وبيلاقيه مع اخت الولد بتلعب بيه في اوضتها، ولما البنت مشيت وودي بيروح له وبيحاول معاه انه يقنعه يرجع لبيت صاحبهم اندي، بس باز بيكون مستسلم وحزين بسبب انه مش بيعرف يطير واكتشف الحقيقة. وودي بيجيله فكرة وبياخد باز وبيرجعوا للأوضة وبيفتح الشباك وبينادي على اصحابهم وبيحدف لهم مجموعة من اللمض عشان يقدر يروح بيها لهناك، وبطاطس بيقول لهم مش هيجي هنا تاني لان هو اللي قتل باز المسكين وممكن يقتلهم هم كمان بسبب غيرته. وودي بيقول لهم انه معاه باز بس باز بيتجاهله لما بيطلب منه انه يظهر ليهم، والالعاب بتفهم ان وودي بيكذب عليهم تاني وبيقفلوا الشباك، وفجأة الالعاب بتحاوط باز وودي بيجري علشان يلحقه وبياخدوا دراع باز منه وبيصلحوه. وودي بيفهم ساعتها ان الالعاب دي مش شريرة وساعدوا اللعبة اللي الولد بوظها كمان، والالعاب كلها بتستخبى وبتخاف لما بيسمعوا صوت الولد. وودي بيستخبى تحت سلة صغيرة وباز ما بيكونش عاوز يستخبى، والولد بيدخل وهو معاه العاب نارية وبيدور على وودي عشان يربطه عليها بس بيلاقي باز وبيربطه مكانه وبيحط صندوق العدة على السلة اللي فيها وودي. فجأة الجو بيمطر فالولد بيقرر انه يضرب الصاروخ بكرة، وودي لما الولد بينام بيحاول انه يخرج من السلة بس مش بيعرف، فبيطلب من باز المساعدة بس باز بيبان عليه الاكتئاب وبيقول له مش هيعرف يساعده، فودي بيقول له انك تكون لعبة وتسعد طفل احسن 100 مرة من انك تكون رائد فضاء، وبيقول له ان اندي بيحبه اكتر منه وبييأس وودي معاه وبيقول له يسيبه ويمشي، بس باز بيقرر يزق الصندوق ويخرجه، وبيصحى الولد وبيروح ياخد باز عشان يفرقع الصاروخ، وودي بيحاول يخرج وراه بيلاقي الكلب بيهاجمه فبينادي على كل الالعاب عشان يعملوا خطة، وفي نفس الوقت اندي بيكون زعلان جدا وبيحط الالعاب كلها في بوكس عشان هيعزلوا النهارده، وودي بيتكلم مع الالعاب وبيعرف كل واحد دوره في الخطة، والبطة والسنارة بيروحوا يرنوا الجرس والضفدعة بتطلع من الأوضة والكلب بيجري وراها وبيخرج بره، وودي والألعاب التانية بيخرجوا من الباب الخلفي، والولد بيشوف وودي وبيحطه على الشواية وعليه عود كبريت، وودي فجأة بينادي على الولد باسمه والألعاب كلها بتتحرك على الولد وبيرعبوه، وودي بيخوفه وبيقول له إنه يبطل يدمر الألعاب، والولد بيترعب جدا وبيجري، وودي بيفك باز وبيجروا عشان يلحقوا أندي، والعربية بتكون مشيت وبيوصلوا للعربية اللي فيها العفش، والكلب بتاع الولد بيشوفهم وبيجري وراهم وبيمسك وودي من رجله، باز بيضرب الكلب وودي بيدخل العربية وبيخرج كل الألعاب وبيرمي العربية لباز عشان يساعده وبيتحكم في العربية وبيهربوا من الكلب، والألعاب مش فاهمة اللي بيحصل مفكرينه اتجنن فبيقرروا يرموه من العربية، وركب مع باز العربية وبيجري عشان يلحقوا عربية العفش، والألعاب بتفهم إن وودي ما كانش بيكذب وبيحاولوا إنهم يساعدوه، بس العربية اللي معاهم بتفصل وبتقف، وودي بياخد عود الكبريت عشان يولع الصاروخ بس في عربية بتيجي وبتطفيه، وودي بيحزن جدا لأنه مش هيعرف يرجع تاني وبيستغل خوذة باز وبيستخدم الشمس وبيولع الصاروخ وبيطير، وباز بيفرد جناحاته وبيحرر نفسه من الصاروخ، وودي ما بيكونش مصدق ان باز عملها وبيرجع له العربيه اللي فيها اندي وبيفرح جدا لما بيلاقيهم جنبه، وبعديها بسنه الالعاب بيبقوا متحمسين جدا عشان يقابلوا كل الالعاب الجديده، وودي بيقول للباز انه رايح المخيم الصيفي مع اندي وانه ياخد باله من الالعاب، وباز بيخلي الكل يدوروا على طاقيه وودي، والديناصور بيشغل التلفزيون غصب عنه وبيشوف واحد عامل اعلان وبيعلن عن محل العابه، وودي بيلاقي الطاقيه بتاعته والكلب بتاعهم بيلعب معاه، ومامة اندي بتقول له انهم هيتحركوا بعد 5 دقايق، واندي بيلعب قبل ما يمشوا قطع دراع وودي غصب عنه، واندي بيزعل جدا وبيقول لمامته انه هيسيبه ومش هيعرف ياخده معاه، وودي بيتضايق جدا لانه اتحط على الرف ومش هيروح المخيم ودراعه بقى مقطوع ومش عارف يحركه، وباز واصدقائه بيحاولوا يهدوه بس هو بيبقى فقد الامل. وودي بعد شويه بيسمع صوت على الرف وبيلاقي لعبه اسمه ويزي، وبيتفاجئ وودي لما بيلاقي مامة اندي بتعلن على بيع الخرده اللي في البيت وبينادي على كل الالعاب عشان يستخبوا، ومامة اندي بتخش الاوضه وبتاخد الالعاب اللي اندي بطل يلعب بيها وبتاخد ويزي، وودي بينادي على الكلب بسرعه عشان يروح ينقذه، وبيخرجوا بره البيت وبيروحوا على المكان بتاع الخرده، وباز والمجموعه بيراقبوا المكان ليهم، وودي بيقدر ينقذ ويزي وبيحطه مع الكلب بس وودي بيقع، وبيشوفوا الراجل اللي كان عامل الاعلان وبيتنطط من الفرحه وبيقول لمامة اندي انه هيشتريه مقابل $50
$50. بس مامة أندي بترفض وبتحطه في الصندوق وبتقفل عليه. بس الراجل بيشتت مامة أندي وبيفتح الصندوق وبيسرق وودي. وباز والمجموعة بيشوفهم، وباز بيروح على العربية بتاعت الراجل بس ما بيمسكش نفسه وبيقع. والألعاب بيرسموا الشخص ده عشان يعرفوا هم شافوه فين ومحدش بيفتكر. بس باز بيطلب منهم إنهم يرسموه جوه فرخة، وفعلا بيعرفوا كلهم إن ده نفس الشخص صاحب محل الألعاب. وبيفتحوا التلفزيون وبيعرفوا العنوان وبيخططوا لرحلة إنقاذ وودي. وبيكون في الخطة دي الديناصور والخنزير وبطاطس والكلب وباز، وبيبدأوا المغامرة. وساعتها اللي هو صاحب المحل بيروح على البيت وبيكون سعيد فوق ما تتخيل، لأنه هيبقى معاه فلوس كتير جدا من ورا وودي. وبيسيب وودي في البيت وبيروح على المحل بتاعه. وودي بيخرج من الصندوق وبيحاول يفتح فتحة التهوية ويهرب منها عشان يرجع لبيته، بس مش بيعرف عشان دراعه المقطوع. وفجأة بيظهر حصان بيخطف وودي على ظهره وبيحدفه لصديقته، وبتكون جيسي اللي بتبقى مبسوطة بلقاء وودي، وبتعرفه على المنقب أبوها الروحي اللي لسه ما خرجش من كرتونته. وكلهم بيبقوا مبسوطين جدا بلقاء وودي. وودي بيبقى مش فاهم أي حاجة خالص، وبيستغرب جدا لما بيلاقي إنهم كمان عرفوا اسمه. والمنقب بيفهم وودي إنه لعبة مهمة جدا فوق ما يتخيل، وبيوريه كل التفاصيل اللي اتعملت ليه مخصوص. وودي بينبهر جدا من كل حاجة، وبيتجنن لما بيعرف إن في فيلم كرتون اتعمل على حسه. وبيقضي وقت سعيد مع جيسي والحصان. بس وودي بيتصدم لما المنقب بيقول له إنهم كملوا وهيروحوا لليابان عشان يتعرضوا في المتحف هناك. وودي بيشرح لهم إن عنده بيت وأصدقاء ولازم يرجع ليهم. وجيسي بتعيط لأنها ما صدقت لقيته ومش عاوزة ترجع للمخزن تاني، وده بسبب إنهم مش هيسافروا لو المجموعة مش كاملة. وبيجروا كلهم وبينطوا في أماكنهم لما بيسمعوا صوت وبيدخل الأوضة وبيستعد عشان يصور الألعاب. وهو بيمسك وودي بيقطع دراعه بالكامل. بيتعصب جدا وبيحاول يتصل بأي حد متخصص في تصليح الألعاب، وبياخد دراع وودي وبيمشي. وباز وأصدقائه بيكونوا لسه بيدوروا على وودي. والألعاب بتفكر إنهم يرجعوا البيت عشان حسوا بعدم الفايدة في اللي بيعملوه. بس باز بيفكرهم إن وودي لو مكانهم ما كانش ساب أي لعبة تضيع. وبيفكرهم وودي عمل ايه علشان خاطره وعلشان خاطر ويزي. وودي في نفس الوقت ده بيكون حزين جدا، وبيشوف ان نايم وبالراحه كده بيروح عشان ياخد دراعه. بس التلفزيون بيشتغل وبيعمل صوت عالي، بيصحى وبيرجع وودي في الصندوق الازاز وبياخد الدراع معاه. وودي بيتكلم مع جيسي وبيتعصب عليها جدا بسبب انها شغلت التلفزيون. بس جيسي بتقول له بعصبيه انها ما تعرفش حاجه عن اللي حصل ومش هي اللي عملت كده. وودي ما بيصدقهاش عشان المنقب في كرتونته ومش هيخرج عشان يشغل التلفزيون. وجيسي بتتضايق وبتمشي. وباز والمجموعه بيكونوا قدروا انهم يوصلوا لمحل الألعاب، وبيعدوا الطريق وبيتسببوا في تعطيل وحوادث، وبيوصلوا في النهاية للناحية التانية. وودي بيكون وصل له الراجل اللي هيصلحه، وبيظبطه وبيخيطه وبيرجعوا جديد لانج. وباز والمجموعة وبيوصلوا لمحل الألعاب وبيتقسموا المجموعات عشان يدوروا على وودي. وباز بيشوف نسخة تانية منه، والنسخة التانية مفكر نفسه رائد فضاء. وباز النسخة التانية بيحطه جوه علبة وبيركب مع المجموعة العربية وبيدوروا على وودي. والمجموعة مش بتلاحظ ان باز اللي معاهم مزيف. وودي اللي بيكون في الوقت ده فرحان جدا بدراعه وبيودع المنقب عشان خلاص هيرجع بيته. وودي قبل ما يمشي بيلاحظ جيسي وهي حزينة جدا، وجيسي بتحكي له انها افتقدت صاحبتها اللي كانت دايما بتلعب بيها. بس صاحبتها كبرت ودخلت الكلية وما بقتش تلعب بيها، وكمان قررت انها تتبرع بيها. وودي بيودعها وبيواسيها وبيستعد عشان يمشي. بس المنقب بيقول له ان اندي في يوم هيكبر ومش هيكون مهتم بيه زي دلوقتي، وهينساه وهيتبرع بيه عشان هي دي حياتهم. فبيتأثر وودي بكلام المنقب وبيقرر انه يفضل معاهم ويسافر للمتحف. وجيسي بتطير من الفرحة لانها مش هترجع للمخزن تاني وحياتها الضلمة خلاص انتهت. والمجموعة في الوقت ده بيشوفوا الراجل اللي خطف وودي وبيسمعوه بيتكلم في التليفون وهو بيحجز طيران لليابان النهارده. والمجموعة كلها بيدخلوا في شنطته عشان يروحوا لوودي. وباز الحقيقي بيخرج من العلبة اللي اتحبس فيها وبيشوف وهو في الشنطة مع المجموعة وبيروح وراهم. وبيرجع على البيت بس بيسيب الشنطة بتاعة الألعاب في العربية. وباز المزيف بيقرر انهم يدخلوا من فتحات التهوية ويركبوا فوق الأسانسير ويوصلهم لبيت وباز الحقيقي هو كمان بيعدي الطريق وبيركب فوق الأسانسير. وباز المزيف والمجموعة بيوصلوا لمكان وودي، وبيوصلوا وبيضربوا جيسي والمنقب وبياخدوا وودي عشان يمشوا. وبيجي باز الحقيقي وبيثبت لهم انه باز صاحبهم وبيوريهم ان اسم اندي على رجله. وباز بيطلب منه انه يرجع معاهم، بس وودي بيرفض وبيقول له انه ما ينفعش يسيب الناس هنا لوحدهم لانه من غيره المجموعه مش هتتباع وهيتحبسوا في المخزن الضلمه تاني. وبيقول لباز اندي كده كده هيرميه ومش هيلعب بيه. وباز بيفكروا بالكلام بتاعه لما كان فاقد الامل، وبيفكروا لما قال انه لعبه وبيتسبب في اسعاد طفل افضل بكتير من انه يكون رائد فضاء. بس وودي بيرفض انه يرجع والمجموعه بتسيبه وبتمشي. وودي بيبقى قاعد بيتفرج على التلفزيون وبيشوف الاعلان بتاعه وهو بيقول انه هيفضل مع صديقه مهما حصل. بعد ما بيسمع الكلام ده بيجري على باز عشان يرجع معاهم، وبيقرر انه ياخد جيسي والحصان والمنقب معاهم. بس المنقب بيخرج وبيقفل مكان فتحة التهوية وبيقول لهم انه مش هيسمح لاي طفل يلعب بيه.
هو عايز يبقى في المتحف ويتباع بسعر عالي، وودي بيفهم ان المنقب هو اللي شغل التلفزيون، وباز والمجموعه بيحاولوا انهم يفتحوا فتحه التهويه بس بيفشلوا، وإيل بيوصل وبياخد وودي والالعاب في الشنطه وبيستعد للسفر، وباز والمجموعه بينزلوا ورا إيل في الاسانسير، بس إيل بيركب عربيته وبيمشي، والمجموعه بتقرر انهم يسرقوا عربيه البيتزا، وباز المزيف بيرفض انه يروح معاهم، وباز والالعاب بيركبوا العربيه وبيسوقوها، وبيوصل إيل في المطار وبيشوفوه وهو بيحط الشنطه بتاعته على سير الشنط، وبيدخلوا للمكان اللي بيبقى فيه شنط ياما قوي، وباز بيوصل للشنطة اللي فيها وودي، بس المنقب بيضربه، وودي بيهاجم هو كمان المنقب، بس المنقب بيكون أقوى من وودي وبيقطع دراعه، وقبل ما يخلص عليه المجموعة بتوصل وبينقذوا وودي، وبيمسكوا المنقب وبيحطوه في شنطة بنت صغيرة، وجيسي بتحاول تخرج من الشنطة بس ما بتعرفش، وبيحطوا الشنطة في العربية اللي هتحرك الشنط جوه الطيارة، وودي بيركب الحصان بسرعة وبيقدر إنه يوصل للعربية، بس بيكون فات الأوان والشنطة بتتحط في الطيارة، وودي بيستخبى في الشنطة وبيقدر يدخل الطيارة، وبيخرج جيسي اللي بتبقى سعيدة بيه لأنه وصل لإنقاذها، وودي بيقرر خلاص انهم ينزلوا من فتحة العجل، وودي كان هيقع بس جيسي بتنقذه، وباز والحصان بيوصلوا عشان ينقذوهم، وودي بيقول له انه يبقى قبل عجلة الطيارة، وبيقول لجيسي تثق فيه، وبيعلق الحبل في الطيارة وبينطوا وبيركبوا الحصان مع باز. وبعد ايام اندي بيرجع البيت وبيلاقي المجموعة كلها وبيفرح جدا عشان مامته جابتهم له، والصبح اندي بيصلح دراع وودي، وودي بيقول لباز ان اندي في يوم هيكبر بس مش هيزعل لان باز صديقه الحقيقي هيفضل معاه مهما حصل. والايام بتعدي واندي بيكبر يوم عن التاني، وجيسي وباز بيرنوا على التليفون بتاع اندي عشان يفتح الصندوق لانه بقاله كتير جدا ملعبش بيهم، واندي بيجي وبيفتح الصندوق بعد ما كبر وشكله اتغير، وبياخد التليفون وبيقفل الصندوق من غير اهميه، وودي وباز والمجموعه بيحزنوا جدا لان اندي ما بقاش مهتم بيهم زي زمان. وودي بيعمل اجتماع للالعاب وبيقول لهم انهم كلهم عارفين ان اليوم ده كان هيجي، وبيقول لهم ان اندي عمره ما هيرميهم في الزباله ولا هيتخلى عنهم، واكيد هيحتفظ بيهم في البدرون. ومدام بطاطس بتبقى حزينه جدا لان عينيها بتكون ضاعت، وكل الالعاب بيقلقوا لانهم حاسين ان خلاص اندي هيتخلى عنهم. وودي بيقول لهم انه مهما حصل هيفضلوا كلهم مع بعض، وكل الالعاب بتستخبى بسرعه لما بيسمعوا اندي ومامته واخته الصغيره، ومامة اندي بتطلب منه انه يحط الحاجات اللي مش عاوزها تاني عشان تترمي، ومامة اندي بتروح لاخته وبتقول لها انها تحط الالعاب اللي مش هتلعب بيها تاني عشان تتبرع بيها للحضانه، فالبنت بتحط الالعاب اللي مش بتستخدمها وكمان بتحط باربي، وكمان بتسال اندي لو عاوز يتبرع بالالعاب بتاعته للحضانه، بس اندي بيقول لها انه هيحطهم في الصندره، واندي بيمسك وودي وباز وبيحط باز مع الالعاب اللي هتروح الصندره، وهياخد وودي معاه لما يروح الجامعه، وهو بيحط الالعاب في الصندره بيسيب الكيس على الارض وبيساعد اخته، بس مامته بتفكره كيس زباله وبتاخده، وودي بيجري عشان يساعدهم، والمجموعه كلها مفكرين ان اندي اتخلى عنهم وهيرميهم في الزباله، والالعاب بتفكر تخرج من الكيس قبل ما عربيه الزباله توصل، وودي بيوصل ليهم وبيبدا يفتح في الاكياس بس مش بيلاقيهم، وبيفهم انهم هربوا، وبيوصل لهم وودي وبيلاقيهم دخلوا جوه الكرتونه اللي مامة اندي هتتبرع بيها للحضانه، وودي بيحاول يفهمهم ان في سوء تفاهم بس محدش بيقتنع، وكلهم فاهمين ان اندي رماهم في الزباله، وبيحاول يخرجهم، فبتيجي مامة اندي وبتقفل العربيه وبتروح على المركز المشمس، وبتقابل مامة اندي المشرفه والطفله باني وبتوريها الكرتونه بتاعت التبرع، فبتاخد المشرفه الكرتونه وبتروح على مكان الالعاب اللي فيه الاطفال، والاطفال بتمشي، فبتيجي الالعاب كلها وبيرحبوا بالمجموعه، وبيجي الدبدوب ليتس وبيقول لهم ان حياتهم هتبقى سعيده جدا هنا، وبيقول لهم ان المكان ده دايم ليهم هم لان الاطفال لما بتكبر بتيجي اطفال تانيين، وبيفرجهم على المكان كله وبيوريهم المكان اللي المفروض هيبقوا فيه، وباربي بتعجب باللعبه كيني وبتركب معاه هو وليتسو، وودي بيقول للمجموعه انهم لازم يرجعوا لاندي بس محدش بيرضى يروح معاه حتى صديقه باز، وودي بيتضايق منهم وبيمشي وبيخرج بره المبنى وبيطلع على السطح وبيمسك في طياره صغيره وخلاص هيعدي السور، بس مره واحده الهواء بيرجعه تاني وبيوقعه على الشجره وبيتعلق فيها، والبنت الصغيره باني وهي ماشيه بتخبط فيه، فبتاخده في شنطتها وبتركب العربيه مع اهلها وبتمشي، والالعاب بيكونوا في الوقت ده مستنيين الاطفال تيجي تلعب بيهم، فبيجوا الاطفال وبيلعبوا بيهم بعنف شديد وبيكسروهم وبيبوظوا شكلهم من العنف، على عكس الاوضه التانيه اللي فيها ليتس والاطفال الكبار اللي بيلعبوا بيهم بطريقه لطيفه وكويسه، وبترجع باني لبيتها وبتكون سعيده بودي وبتلعب بيه مع باقي الالعاب، وودي بيكون مبسوط عشان لقى الاهتمام اللي افتقده من زمان، والالعاب بيكونوا مرهقين جدا وتعبانين، وبيطلبوا من باز يروح لليتس ويقول له انه ينقلهم في الاوضه التانيه مع الاطفال الكبار، بس الباب بيبقى مقفول عليهم، وباز بيخرج من الفتحه اللي فوق الباب، وباز بيسمع الالعاب وهم بيتكلموا بيقولوا ان الالعاب الجديده اللي وصلت هينتهوا في خلال اسبوعين زي الالعاب اللي قبليهم، وباز وهو راجع بيمسكوا الطفل اللعبه، وباني نايمه، وودي بيحاول يعرف العنوان فين عشان يرجع لاندي، والالعاب بتساعده وبتفتح له الكمبيوتر وبيكون بيت اندي قريب جدا، وودي بيفرح جدا وبيقول لهم انهم لو راحوا المركز المشمس يقولوا لاصحابه انه رجع لاندي، فبتساله الالعاب هو ازاي خرج من هناك، ده في دبدوب شرير وبيتحكم في المركز ومحدش بيعرف يخرج من هناك ابدا، والمهرج بيحكي له انه هو وليتسو والطفل اللعبه كانوا العاب لطفله اسمها ويزي، وفي يوم كانوا مع بعض في رحله والبنت نامت، وابوها وامها اخدوها ونسيوا الالعاب بتاعتهم
ساعتها، بس ما استسلموش وقرروا يرجعوا للبيت تاني. ولما وصلوا ليتسو اتصدم ولقى ويزي جابت لعبة من نوعه، وبيتضايق جدا وبيقول لهم انها جابت العاب تانية غيرهم، وتاهوا لحد لما وصلوا للمركز المشمس. وليتسو هناك سيطر على كل الالعاب وبقى المتحكم فيهم. وودي بيسأل المهرج ازاي قدر يهرب، فبيقول له انه في جزء منه اتقطع وباني جابته للبيت عشان تصلحه، وبيقول له ان اي لعبة جديدة مش بتخرج ابدا من هناك. فودي بيقلق جدا على اصحابه وبيقرر يروح لهم، وباز بيكون الطفل جابه ليتسيو وبيطلب منه انه ينقلهم لنفس الاوضه اللي هو فيها، بس ليتسيو بيرفض وبيقول له انه ممكن ينقله لوحده عشان هو مختلف عنهم. فساعتها باز بيرفض وليتسيو بيأمر الطفل وياخده يعمل له ضبط مصنع، والالعاب بيكونوا مستنيين باز، ومدام بطاطس بتشوف بعينيها التانية واندي بيدور عليهم ومتضايق لانهم مش في الصندره، والمجموعه بيفهموا ان وودي ما كانش بيكذب عليهم واندي ما رماهمش، وده كان سوء تفاهم. وبيجي لهم ليتسيو وبيقول لهم ان مفيش حد هيخرج من المركز، وباز بيهاجم صحابه طبعا لانه رجع من اول تاني مفكر نفسه رائد فضاء، وبيحبسوهم عشان محدش فيهم يهرب. وباربي بتشوف اللي بيحصل فبتسيب كيني وبتتحبس معاهم، وليتسيو بيقول لهم ان اي حد يفكر يهرب هيموت زي ما حصل مع وودي، وبيقول للباز انه مسؤول على حراستهم ويقتل اللي يحاول يهرب. والصبح باني بتروح الحضانه وبتعلق شنطتها وودي بيكون مستخبي فيها، وودي بيروح على الاوضه اللي اصحابه فيها وبيشوف الاطفال وهم بيلعبوا بيهم بعنف، وبيجي اللعبه التليفون وبيقول لوودي انه لو عاوز يخرج باصدقائه مفيش غير طريقه واحده، عن طريق المكب بتاع النفايات، وبيقول له الموضوع هيتم بالليل، وبيكون في حراسه كبيره عشان محدش يقدر يهرب، وفي قرد قاعد على الكاميرات بتاعه المراقبه وعشان يهربوا لازم يتخلصوا منه. والاطفال بيخرجوا من الاوضه وودي بيوصل لاصحابه وبيفرحوا جدا بيه عشان لسه عايش، وبيسالهم عن باز وبيقولوا له ان ليتسو عمل له ضبط ورجعه من تاني رائد فضاء، وكلهم بيعتذروا له عشان ما صدقوهوش. وودي بيقول لهم ان هو اللي اسف عشان سابهم، وبيقول لهم لازم يرجعوا باز بالليل لطبيعته، ولازم يرجعوا لاندي قبل ما يروح للجامعه، وبيشرح لهم هيعملوا ايه بالظبط. وباز وكيني بالليل بيتاكدوا من كل الالعاب موجوده، وبطاطس بيشتتهم وبيحاول يهرب، وودي بيجي وبياخد الكلب صاحبه وبيروح على غرفه المراقبه وبيربطوا القرد. واللعبه الطفل بياخد بطاطس وبيحطه في صندوق الرمل، بس بطاطس بيطلع نفسه من الصندوق كقطع، وباربي بتتاسف لكيني وبتقول له انه يسامحها، وبيروحوا على البيت وبتقدر تهاجمه وبتعرف منه ازاي يرجعوا باز لطبيعته. والخنزير والديناصور بيشتتوا باز وبيهجموا عليه وبيمسكوه، وباربي بتقول لوودي ازاي يرجعه تاني، فبيتحول باز للغه الاسباني فبياخدوه معاهم، وبيخرجوا على الحديقه وبيقابلوا بطاطس اللي هرب من الصندوق، وبيوصلوا لمكب النفايات، بس ليتسو بيوصل هو والالعاب التانيه وبيحاصروهم، وبيقول لهم يا يفضلوا هنا للابد يا اما يترموا في الزباله، وبيقول لهم ان العربيه على وشك الوصول. فودي بيفكروا بصديقته ويزي وبيحدف له القطعه اللي عليها اسمها، وودي بيقول للعبه الطفل ان ليتسو كذب عليه وفهمه ان ديزي تركته، والطفل اللعبه بيتضايق جدا وبيحدف ليتسو جوه الصندوق، وكلهم بيعدوا من فوق الصندوق قبل ما العربيه تيجي، بس في لعبه اتحشرت في الصندوق وودي بيحاول ينقذه، وليتسو بيسحب وودي جوه الصندوق معاه، والعربيه بتيجي وبتاخد الصندوق، بس المجموعه كلها بتنط على الصندوق، بس بيقعوا كلهم جوه العربيه، وكلهم بيتجمعوا مع بعض حوالين باز عشان بيبقى منور. وباز وهو بينقذ جيسي بيقع عليه التلفزيون وبيشيلوه وبيفوقوه وبيكون رجع طبيعي تاني، والعربيه بتوصل للمكب وبترمي كل حاجه، وبيجي فجاه ونش وبياخد الكائنات الفضائيه، وفي ونش تاني بيزق وودي والمجموعه جوه نفق متحرك، وبيكون في نهايته مفرمه. وودي بيقول للمجموعه انهم يمسكوا في اي معدن عشان المغناطيس يشدهم، وفجاه ليتسو بيطلب منهم المساعده عشان مش قادر يخرج، وودي بينزل له هو وباز عشان ينقذوه، فعلا بينقذوه قبل ما يموت، وبينزلوا من المغناطيس لما بيعدوا من المفرمه، وبيتفاجئوا انهم في نفق تاني اخره نار قويه بتحرق الزباله، وكلهم بيجروا بسرعه، وليتسيو بيشوف الزرار اللي بيوقف النفق، وودي وباز بيساعدوه عشان يقدر يوصل لهناك، وليتسيو بيوصل للزرار لكنه بيتخلى عنهم وبيسيبهم وبيمشي، وودي واصدقائه بيقعوا في المكان اللي بتتحرق فيه النفايات وبيحاولوا يخرجوا لكن مفيش اي مخرج ليهم، وفجاه كل المجموعه بيمسكوا ايد بعض عشان خلاص مفيش مفر وكله بيستسلم للموت، وفجاه بيجي خطاف بيمسكهم واللي بيتحكم فيه الكائنات الفضائيه، وكلهم بيكونوا مش مصدقين اللي حصل وبيشكروا الكائنات الفضائيه عشان انقذوا حياتهم. والدبدوب ليتسو السواق بتاع العربيه بيلاقيه وبيعلقوا في العربيه من قدام، وودي والمجموعه بيقرروا انهم يركبوا عربيه النفايات اللي هتوصلهم لبيت اندي، وبيوصلوا لبيت اندي وبيدخلوا جوه البوكس اللي هيتشال في الصندره، وودي بيدخل جوه البوكس اللي اندي هيروح بيه الجامعه، بس وودي بيحس بالذنب عشان صحابه هيقضوا الوقت محبوسين، وودي بيكتب على ورقه وبيحطها على الكرتونه، ولما اندي بيشوف الورقه بيفرح جدا بوجود العابه وبيفهم ان مامته هي اللي كتبت الورقه، واندي بياخد الكرتونه وبيروح للطفله باني وبيقول لها هو عارف انها هتحافظ على الالعاب بتاعته عشان كده جابهم لها، وبيديلها باز وبيقول لها انه اقوى رائد فضاء، واندي بيبص جوه البوكس وبيلاقي وودي، وباني بتاخد وودي منه، بس اندي بيكون عنده احساس انه مش عاوز يفرط فيه، وبيبص لوودي وبيفتكر كل الذكريات معاه، وبيقول لباني ان وودي الحاجه اللي بتميزه عن غيره
إنه عمره ما هيتخلى عنك مهما حصل، وبيديه لباني وبيقول لها تحافظ عليه كويس عشان هي دي اللعبة المفضلة عنده. وأندي بيلعب مع باني بألعاب وبيودعهم عشان دي آخر مرة هيشوفهم وهو متأثر جدا. ومع مرور الوقت باني ما بتكونش مهتمة خالص بوودي وبتحطه في الدولاب بتاع الألعاب اللي ما بتلعبش بيها. وودي بيحزن جدا لأنه ما بقاش اللعبة المفضلة زي ما أندي كان بيتعامل معاه. ووالد باني بيجي وبيقول لباني إنها تستعد للحضانة، بس باني بتكون متوترة وخايفة تروح. ولما بتمشي وودي بيخرج وجيسي بتديله النجمة بتاعته وبيتكلم مع اللعبة دولي صاحبته وبيقول لها إنه لازم يكون مع باني في الحضانة. بس دولي بترفض وبترجع له الدولاب تاني، وبتاخد باني الشنطة بتاعتها وبيكون مودي جواها. وبتوصل الحضانة وبتحط شنطتها على الرف وبتكون مرتبكة. وبيجي ولد بياخد كل الأدوات اللي قدامها فبتعيط. وودي بيقرر يساعدها وبيروح للباسكت وبياخد الحاجات اللي وقعت فيه. ولما باني بيجيب الألوان من على الأرض بيحط اللي جمعه على الترابيزة، وباني بتاخدهم وبتقدر تعمل بيهم لعبة. وبتكون مبسوطة بالنتيجة وبتسمي اللعبة بتاعتها فوركي. وبتخلص الحضانة وبتروح لباباها ومامتها وبتعرفهم على فوركي اللعبة الجديدة. وودي بيسمعهم وهم بيقولوا انهم هيخرجوا الرحلة النهاردة مع بعض. وباني بتحط فوركي في الشنطة. وودي بيتفزع لما بيعرف ان فوركي فيه الروح. وبيرجعوا على البيت وودي بيحكي لهم اللي حصل وبيعرفهم على اللعبة اللي عملتها باني. وفوركي بيكون فاكر نفسه انه زبالة وعاوز يرجع للباسكت تاني. وودي بيقول للمجموعة ان فوركي اهم لعبة دلوقتي عند باني ولازم يحافظوا عليها. بس فوركي بيحدف نفسه في الباسكت وباني بتدور عليه. وتاني يوم الصبح بينطلقوا للرحلة وباني مستمتعة جدا باللعب مع فوركي. وودي بيعاني طول الوقت من فوركي اللي عاوز يرمي نفسه في الزبالة. وباص بالليل بيروح لوودي وبيطمن عليه. وودي بيقول له انه اخد على كده من ايام ما كان بيروح مع اندي الحضانه. وهما بيتكلموا فوركي بينط من العربيه. وودي بيقول للمجموعه انه هيقابلهم في الملاهي وبينط هو كمان وبياخد فوركي عشان يروحوا للملاهي. وودي بيشرح لفوركي انه لعبه مهمه جدا عند باني ومش زباله ولا حاجه زي ما هو كان لعبه مهمه جدا عند اندي. وفوركي بيساله وبيقول له مين اندي. وودي بيحكي له عنه قد ايه كانت حياته سعيده جدا لانه اهم لعبه بالنسبه له. وكل الليله دي خلصت لما اندي كبر وراح الجامعه. وودي بيقنعه انه اهم لعبه عند باني. وفوركي بيفرح جدا وبيتحمس يرجع ليها. وبيوصلوا للمكان اللي فيه الملاهي وبالصدفه وودي بيشوف النجفه اللي كانت مع ابوه وصاحبته في محل انتيكات. وبيدخلوا المحل وبيدوروا على ابوه بس ما بتبقاش موجوده في مكانها. وبتقابلهم لعبه ومعاها دميه مرعبه واللعبه دي اسمها غابي وبترحب بيهم. وودي بيسالها لو كانت تعرف بوه فغابي بتقول له اكيد اعرفها وهي هنا وهتوديه ليها. وغابي بتقول له انها هنا عشان علبه الصوت بتاعتها مش شغاله وبتساله عن علبه الصوت بتاعته. وودي بيخاف جدا وبيظهر اكتر من دميه مرعبه. ولما النهار بيطلع بيقرر وودي يهرب وغابي بتبعت وراه الدمى عشان يمسكوه والدمى بيطاردوهم وبياخدوا منه فوركي. وودي بيشغل علبه الصوت بتاعته وبتيجي بنت صغيره اسمها هارموني وبتاخد وودي وبتقول لجدتها صاحبه المحل انها هتاخد وودي معاها الملاهي. وباني بتصحى مش بتلاقي فوركي وبتبقى حزينه جدا. وباقي الالعاب بيكونوا قلقانين على وودي. وباص بيقرر انه يروح يدور عليه بنفسه وبيجري على الملاهي وبيمسك في اللعبه وبيفرد جناحاته وبيطير وبيخبط وهو طاير فبيقع. واحد بيلاقيه وبيعلقه في مكان الجوائز. وودي بيهرب من البنت وبيدخل جوه الصندوق بتاع الرمله. واطفال كتير بتيجي وبيلعبوا بكل الالعاب اللي هناك. وبنت صغيره بتلعب بيه بيتفاجئ لما بيلاقي البنت ماسكه بو صاحبته. والبنت بتمشي وبتسيبهم وبو بتاخد وودي وبيستخبوا من الاطفال. وودي بيفرح جدا لانه لقاها وبتوري له العربيه بتاعتها اللي بيسوقوها الخرفان بتوعها. وبو بتقول لوودي انها بقالها 7 سنين ضايعه وبتحب المكان هنا لان كل يوم اطفال جديده بتيجي تلعب بيهم وبتعرفوا على صاحبتها غيغر. وودي بيحكي لها ان اندي اداهم لطفله اسمها باني وبيطلب منها انها تساعده يرجع فوركي من محل الانتيكات. وبتقول له انهم بقالهم مده كبيره كانوا عايشين هناك بس ما حدش اشتراهم عشان كده قرروا يروحوا على الملاهي. وبتوافق انها تروح معاه وتساعده وبيركبوا العربيه وبينطلقوا. وبنشوف غابي وهي بتحكي لفوركي عن هارموني وبتقول له انها بتحبها جدا ونفسها تلعب معاها. وبتقول له سبب ركنتها بسبب ان جهاز الصوت بتاعها مش شغال وبمجرد ما تاخد جهاز الصوت من وودي هتهتم بيها وتلعب معاها. وفوركي بيحكي لها عن وودي قد ايه هو طيب وشجاع وعمره ما بيتخلى عن صاحبه. وباص بيقدر انه يتحرر من مكان الجوائز بمساعده دبدوبين حكايه. وبيدور على وودي في الملاهي وبيشوفه وهو بينط فوق السطح وبيروح عليه وبيكون سعيد جدا بلقاء بوه مره تانية. والدبدوبين فجاه بيهاجموا باص وبيقولوا انه خلف وعده معاهم لانه قال لهم انه هيوديهم لطفله. وودي بيقول لهم لازم يرجعوا معاه واكيد باني هتلعب معاهم. وبيوصلوا لمحل التحف وبو بتقول لهم ان غابي بتكون في الدولاب واكيد فوركي موجود معاها. وبتقول لباز والدباديب يروحوا ياخدوا المفتاح من صاحبه المحل. وبتروح مع وودي المكان الالعاب اللي بيستخبوا فيه وبتطلب من لعبه اسمه دوك يساعدهم. وفي نفس الوقت باز والدباديب بياخدوا المفتاح وبيجروا لوودي وبيتجهوا كلهم عشان ينفذوا الخطه بمساعده اللعبه دوك. وبتقول لهم انهم ما ينفعش يفشلوا عشان القطه لو شافتهم هتاكلهم.
وبو بتقول لوودي ان الملاهي هتتنقل من المدينه دي وهي هتروح معاهم، وبتقول لوودي انه ينضم معاهم، بس وودي بيرفض لانه اتعلق بباني، وبيركب مع دوك وبيقدروا يوصلوا للدولاب. وبو بتفتح الدولاب وبينقذوا فوركي، بس غابي بتوقعهم في الفخ وبيمسكوا وودي وبيحاولوا ياخدوا علبه الصوت. وبو بتقدر تنقذه وبتاخد خرفانها وبتعدي الباز، بس فوركي بيقع عند القطه. وودي بينط وراه وباقي الالعاب بينزلوا معاه عشان ينقذوه، ولما بتحاصرهم الدمى بيمسكوا في القطه وبتجري بيهم، بس الدمى بيمسكوا فوركي والقطه بتطلعهم بره المحل. وودي بيقول للجميع انهم لازم يرجعوا عشان ينقذوا فوركي، بس بو بترفض. وودي بيتضايق وبيقول لها انها لعبه ضايعه ومش فاهمه يعني ايه ولاء. فبو بتتعصب عليه وبتقول له ان هو اللي لعبه ضايعه وهيحصل مع باني زي ما حصل مع اندي وسيبوه، والالعاب كلها بيسيبوه وبيمشوا. وباز بيقول لوودي انهم يرجعوا لباني. هم حاولوا يعملوا اللي عليهم بس مفيش فايده. وودي بيقول له انه عمره ما هيتخلى عن صحابه مهما حصل، وبيرجع للمحل. وباز بيمشي عشان يرجع لباني، وبتقابل غبي وودي وبتقول له انها عارفه ان باني ما بتلعبش بيه بقالها كتير، وبتحكي له هي كمان انها نفسها هارموني تلعب بيها، وبتقول له انها نفسها تحس نفس الاحساس اللي هو حسه لما كان مع اندي، وبتترجاه يديها علبه الصوت لو حتى مره واحده. وودي بيوافق مقابل انها تديله فوركي، وبيرجع باز للمجموعه وبيقول لهم انهم لازم يرجعوا المحل الانتيكا عشان ينقذوا وودي. وبو بتحس بالذنب وبتقرر ترجع لوودي عشان تساعده، وبتركب العربيه وبتنطلق. وبنشوف وودي اللي اخدوا منه علبه الصوت وركبوها على غابي، وبتكون فرحانه جدا وبتشكره، وبتقول له ان كل احلامها هتتحقق بسببه، وبتدي له فوركي. وباني ومامتها بيوصلوا للمحل عشان تشتري لها لعبه جديده بدل فوركي، وغابي بتعمل صوت عشان هارموني تشوفها، بس هارموني ما بتعجبهاش وبترميها في الصندوق. وودي بياخد فوركي وبيدخلوا الشنطه بتاعت باني، وبيقول لفوركي انه لما يوصل للالعاب يقابلوه عند الساقيه في الملاهي. وبيروح لغابي وبتكون زعلانه جدا، وبيقول لها ان في اطفال كتير جدا يتمنوها لو بقت معاهم، وبيقول لها تيجي معاه لباني اللي هتحبها جدا. وبو بتيجي وبتقنع غابي بالكلام، وفوركي بيوصل للالعاب وبيقول لهم ان وودي هيقابلهم عند الساقيه في الملاهي، وبيقدروا يتحكموا في العربيه وبيرجعوا للملاهي تاني. وودي وغابي في نفس الوقت بيهربوا وبيدخلوا للملاهي، وبيطلعوا على السطح عشان يروحوا للعبه الساقيه. وغابي وهم ماشيين بتشوف بنت تايهه، وودي بيقول لها انها ممكن تكون اقرب حد ليها دلوقتي، والبنت فعلا بتشوفها وبتتاثر بيها جدا وبتحضنها، وبتطلب من الشرطه يدوروا على مامتها، وبيلاقوا مامتها وبيفرحوا جدا برجوعها. وغابي بتبص لوودي بنظره شكر عشان اللي عمله عشانها. والعربيه اللي فيها باز والمجموعه بتوصل للملاهي، وبينادوا على وودي عشان يركب معاهم، وفوركي بيقفل الباب على ما يدخلوا العربيه. وودي بيودع بو خرفانها، وبو بتقول له انها سعيده لانها شافته مره تانية. وودي بيحزن وبيروح لباز، وباز بيقول له ان باني هيكون كويسه وهو هياخد باله منها، وبيطلب منه انه يعيش مع ابوه. وودي بيجري على ابوه بيحضنها وبتفرح جدا لانه ما تخلاش عنها. وباقي الالعاب بيودعوا وودي بيدي النجمه بتاعته لجيسي، وبيحضن باز وبيودع فوركي. والعربيه بتتحرك والالعاب بتبص لوودي وبتتاثر لانهم مش هيشوفوه تاني. وودي بيفضل مع حبيبته بو، وبينتقلوا بالملاهي لمكان تاني وبيكونوا سعداء جدا في حياتهم. انا احمد ويلا، واللي كتب السكريبت ده القائد محمد عوض. وما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، وتاخد جوله كده على الماشي، واستنونا بفيديوهات تانية كتير.